مساء الفل على احلى متابعين في الدنيا. عاملين ايه يا جماعه؟ يا رب تبقوا بخير. طبعا غبت عليكم حدود 3 ايام، بس مش ده الموضوع. النهارده جاي لكم باكله تنفع للغدا، تنفع للعشاء، فطار. نو طبعا ما تنفعش الاكله دي، فيها حاجات من ابتكاري كده، بما اني واحد بتمرن ومتعود على الاكل الصحي والجيم والكلام الجميل اللي انتوا عارفينه ده. هنعمل لكم النهارده اكله جديده بطريقتها وبشكلها، وما اتعملتش ولا على اليوتيوب ولا بره اليوتيوب. نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونقرب كاميرتنا ونشوف ايه المقادير اللي معانا. اول حاجه معانا هنا يا جماعه، معانا جزر وبسله، معانا صدور فراخ متقطعه شرايح صغيره بالطريقه دي كده زي الشاورما بس اكبر سيكه. معانا هنا 3 معالق دقيق بالظبط. معانا عيش توست اسمر طازه زي ما انتم شايفين كده. معانا هنا الزبده بتاعتنا. معانا كوبايتين لبن وفلفل اسمر، والملح طبعا موجود في كل بيت. وبمناسبة الملح يا جماعة، يا ريت الناس كلها تسون الملح والعيش والملح، ونقول بسم الله الرحمن الرحيم ونروح نشوف هنشتغل الطريقة ازاي مع بعض. أول حاجة بقى هنعملها يا جماعة، الطاسة بتاعتنا سخنت زي ما انتم شايفين كده. ننزل بحتة زبدة، زي ما انتم شايفين كده بتسيح في السريع. وعلى ما تسيح هنقول بسم الله وننزل بالبانيه بتاعنا ونديله تقليبه جميله كده زي ما احنا شايفين. نقرب الكاميرا كده عليه. سنة الملح بتاعتنا يا جماعة، الملح اهو. وبمناسبة الملح يا جماعة، أنا عايز أقول لكم حاجة. الملح الكيس ب 2 جنيه بس، يا ريت الناس تصونه. يعني دي رسالة مني لكل العالم، يا ريت الناس تصون الملح والعيش والملح. أدي الملح بتاعنا، سنة الفلفل، وندي التقليبة الجميلة. ونرجع لكم لما نيجي ننزل بالخضار بتاعنا. كده بقى الفراخ بتاعتنا ابتدت تخش في السوا. هننزل بالخضار بتاعنا ونديله تقليبه بسيطه كده يا جماعه. وهننقل على العين الجوانيه دي عشان احضر معاكم البشاميل بتاعي. زي ما احنا كده نقلنا الخضار، هنجيب الطاسه التانيه نسيبها تقدح ونرجع لكم. ننزل بقى بالزبده بتاعتنا ونسيبها تسيح، او احنا نسيحها في السريع كده عشان ما ناخدش وقت. هننزل بعد الزبده يا جماعه بايه بقى؟ بمعلقتين الدقيق بتوعنا. بسم الله. وهنقلب كده زي ما انا بقلب عشان الدقيق بتاعنا ما يفرولش. نقلب كده شويه لغايه ما يربط بالزبده. وهنقول بسم الله واحنا مع بعض كده. الطريقه كلها ايه؟ اول كوبايه لبن، وتاني كوبايه حليب عشان الناس بتزعل، سنه فلفل اسمر، سنه الملح الجميل، وهنفضل نقلب فيها لغايه ما تربط. هجيلكوا بقى لما ايه تبتدي تربط يا جماعه. وادي البشاميل بتاعنا زي ما انتم شايفين اهو، ابتدى يربط اهو اهو. وبرضك هنستمر في التقليب كده. وهرجع لكم عند ايه بقى؟ عند البايركس اللي انا هدخله الفرن. ودي المفاجاه، هنشوف هنعمل ايه في البايركس مع بعض. ادي البايركس بتاعي بقى. هجيب العيش التوست، هرص كده بسم الله. طيب هو هنا خد حتتين. الناس بقى ايه هتقول لك طب والجناب ديت؟ هوريكم حالا هنعمل ايه. هنقطع كده على قدها اهو زي ما احنا شايفين كده يا جماعه. وهنسد الفراغات دي كده. وهنا كمان واحده عريضه وواحده اقل. ناقص هنا ايه كده ديت.
بسم الله. واحدة هنا وواحدة هنا. ونسيب بقى البايركس زي ما هو كده، ونجيب الخضار بتاعنا بالطاسة كده زي ما هو. بسم الله. نفرد كده زي الحشو يا جماعة اهو. ده هننزلها كده بس، وهنيجي هنا بعد ما فردنا ده كده هنرص الوش الفوقاني كده، بقية العيش بس كده يا جماعة. تمام التمام. نقفل النار بتاعتنا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، وننزل بالبشاميل. كمل بقى البشاميل وارجع لكم قبل ما ادخلها الفرن. كده بقى يا جماعه حطينا البشاميل بتاعنا، نقول بسم الله الرحمن الرحيم، والفرن سايبه شغال بقى له حوالي 10 دقايق. هنقول بسم الله ونخش بالكلام الجميل ده هنا. هنسيبه من 10 دقايق ل 12 دقيقه ونطلعه، تبقى الدنيا كده تمام التمام. ادي بقى يا جماعه الشكل النهائي لما خلص كده وخد اللون بتاعه الجميل دوت. ان شاء الله لو في اكله معينه في دماغكم عايزين تعملوها بطريقه مختلفه اكتبوا لي في الكومنتات، والناس اللي محتاجه الدعم هنزل لكم يوم الخميس ان شاء الله في اللايف اللي هعمله، او لايف الجمعه. وان شاء الله مكمل معاكم على خير وبشغلي وبمجهودي، مش باي حاجه تانية. اشوفكم على خير، احلى متابعين واحلى اخوات واحلى عيله في الدنيا.